لو عدت بالزمن 40 سنة، ليس إلى زمن بعيد، فقط إلى الثمانينات. في ذلك الوقت كان الناس يتمنون كثرة الأولاد، واليوم يخشون مجرد إنجاب طفل واحد. كان الابن يخاف أن يرفع صوته على أبيه، واليوم الأب يخاف أن يغضب ابنه. كان الزواج سهلا مباركا، وكان الطلاق صعبا مؤلما. أما اليوم فأصبح الزواج معقدا، والطلاق أبسط من كلمة. الجار كان أخا، وكان أهل الحي يعرف بعضهم بعضا بالاسم. أما اليوم فالجار يبدو غريبا، لا نكاد نسلم عليه. كنا نتفاخر بكبر السن ونعتز بالشيب، أما اليوم فالجميع يخفي عمره كأنما يستحي من السنين. كنا نعتبر السمنة علامة خير، واليوم صارت عارا يخشى ظهوره في الصور. كنا نرى الغني يخفي ماله حياء، واليوم نرى الفقير يتظاهر بالغنى رياء. كنا نسابق إلى الصلاة ننتظرها شوقا، واليوم نؤجلها بحجة المشاغل وقلة الوقت. 40 سنة تغير فيها كل شيء، لكن الحقيقة ليس الزمان هو من تغير، بل نحن من غيرنا أنفسنا، فغيرنا كل ما حولنا. والسؤال: كيف يكون شكل الحياة بعد 40 سنة أخرى؟ أي جيل سنتركه من بعدنا؟ وأي أثر سنخلفه